رسميا حكيم زياش إلى غالاتاساراي التركي. نجح اللاعب المغربي حكيم زياش الانتقال رسميا إلى فريق التركي بعد الهروب من جحيم تشيلسي، حيث أن إدارة تشيلسي رفضت هذا اللاعب الموهوب المغربي المشارك مؤخرا في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث أن المدرب رومانو أدلى بأنه لا يريد هذا اللاعب في تشيلسي وينتقل رسميا إلى غالاتاساراي، وهو فريق من أنجح الفرق التركية، فهو أكثر الفرق التركية فوزا بلقب الدوري التركي للدرجة الأولى لكرة القدم بواقع 21 بطولة، ممتلكا الرقم القياسي، كما أنه أكثر الفرق التركية فوزا بلقب كأس تركيا بواقع 14 بطولة. أما أوروبيا فهو الأفضل بلا منازع إذا ما قورنت إنجازاته بإنجازات الأندية الأخرى، فهو أول فريق تركي وأكثرها مشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو الفريق التركي الوحيد الذي فاز بمسابقة أوروبية، كان ذلك عام 2000 بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي بعدما فاز على نادي أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيحية، كما صنف كأفضل نادي في عام 2001. وفي عام 2011 تم نقل مباريات الفريق من ملعب علي سامي الذي اتخذ ملعبا رسميا للفريق منذ 1964 إلى ملعب تورك تيلكوم أرينا الجديد الواقع في مدينة إسطنبول التركية، والذي افتتح سنة 2011. نادي غالاتاساراي فريق قوي ومن أحسن الفرق التركية، فهنيئا للاعبين المغربي حكيم زياش للانتقال إلى هذا الفريق الكبير، ونتمنى له حظا أوفر، ونتمنى له مزيد من الألقاب وحسم الألقاب المحلية والأوروبية. حكيم زياش رسميا في فريق غالاتاساراي التركي.